النهارده بقى هعمل معاكم أكلة 50 سنة جواز قدام. أي واحدة متجوزة في أول جوازها معروف مكرونة وبانيه مكرونة وبانيه. تمام. جبت بصل وفلفل اسود وملح، وحطيتهم على بعض. تمام. وقلبت البصل كويس، بحيث ان انا ادخل البصل في التوابل اللي انا حطيتها معاه وكده. وضفت هنا بقى توم باودر. تمام. وبصل باودر كمان. لسه احط البصل باودر. بحب اضيفهم عليه، بيخلوا البانيه طعمه حلو، يعني بيدوا طعم جميل كده في البانيه غير غير ما يبقى البصل لوحده يعني. تمام. بس وهقلبهم كويس قوي، وبعدين بقى هجيب البانيه، وابدا انزل عليه بالبصل والتوابل اللي انا حطيتها. تمام. واقلبه كويس قوي فيه، بحيث ان كل البانيه يدخل فيه ال- العصاج اللي انا عملته بتاع البصل ده. ادخله في البانيه كويس وكده عشان يتبل يعني. تمام. وبعد كده سبته شويه، سبته زي نص ساعه كده اتبل. وكان عندي بيضتين، انا بعمله كده بسرعه وسهل خالص. غير بقى ما تحطيه في لبن وبعدين بقسماط وبيض وحاجات كتير قوي. لا، ده سهل وبيبقى سريع معاكي. وتحطيه بقى في البيض. تمام. بتخلي البيض يدخل البيض في كل البانيه كده، يعني بحيث ان انت لما تيجي تاخدي واحده بانيه تبقى كلها محطوطه في البيض من الجهتين يعني. تمام. وقلبته كويس قوي، دخلت فيه البيض كله مع التوابل بقى والبصل والحاجات دي كلها. تمام. و- وبعد كده جهزت بعد كده بقى جهزت الطبق اللي انا هحط فيه الفيجيتار. تمام. ايوه، بحط فيجيتار. وبحط معاه بقى، يعني بحط الفيجيتار اللي هو الكميه اللي هتقضيني للبانيه اللي عندي، يعني حسب كميه البانيه اللي عندي. انا بحط مع الفيجيتار. تمام. بحط معاه معلقتين نشا، بيخلي البانيه مقرمش بطريقه غير طبيعيه، يعني بيخليه حلو كده ومنفوخ وفي طبقة خفيفة كده رفيعة، مش زي ما تكوني حطاها في البيض والبقسماط ولبن والحاجات اللي هي بتاخد 50 سنة. ان انت تضيعي عمرك في ان انت تحطي هنا وهنا وايديك بتتوسخ اصلا، فمتعبة. دي طريقة سهلة وانا بعملها ومعتمداها طول السنين الجاية ان شاء الله، يعني معتمداها من زمان وطول السنين الجاية ان شاء الله بإذن الله. هنا قلبت البانيه في الفيجيتار والنشا، وحطيت معاه شويه ملح مع الفيجيتار، لانه مش بيبقى مملح زياده عن اللزوم يعني. تمام. وبدات اضغط بالمعلقه كده، علشان مش بحب صوابعي تتوسخ، لان انا بشيل من هنا واحط هنا، مش بحبها تتوسخ يعني وكده. تمام. وهنا بقى هشيلها، هبدا جبت الطبق وهبدا اشيلها من الفيجيتار واحطها في الطبق. شايفين قد ايه فيها كريسبي كده من بره، مش يعني حلوة قوي، مش اللي هو هتبقى حتة بانيه كده فراخ مقلية كده وخلاص. لا، هيبقى عليها طبقة من بره مقرمشة وحلوة ان شاء الله. جربوها والله مش هتندموا. حطوا الفيجيتار مع النشا، والله بيخلي معلقتين النشا دول بيخلوها منفوخة وجميلة قوي. تمام. هنا كنت بعمل تاني واحدة وهخلص الكمية وارجع لكم. هنا كنا خلصنا كل الكمية اللي معايا. تمام. وهنا بوريكم اهو. خلصت الكمية وعايز بوريكم بقى ادقق لكم على الكراست اللي بره، بيبقى مقرمش وبيبقى حلو. شفتوا اصلا في تعريجات كده بتبقى جميلة. خلاص خلصت وسبته يرتاح شوية في التلاجة، وبعدين جبت طاسة تانية وفيها زيت نضيف. ويا ريت الزيت يبقى كتير يا جماعة، يعني الزيت غالي وكده، بس الزيت لما بيبقى كتير بيخلي الحاجة تتقلي كويس. وبيبقى طعمها حلو، يعني شوية صغيرين دول بيتحرقوا بسرعة، لان هينزل طبعا النشا وهينزل الفيجيتار